على بالكم باللي المرار كان مساكن والله غير يغيظوا تاع الصح. على بالكم باللي مساكن ما يلقاو يديروا صايد دوكا قاعدوا غير يهضروا وخلاص، شغل تاع واحد يتمنى وخلاص باللي راهو عايش صح. نخلوكم مع هذا الشخص هذا وبعث لنا هذا الفيديوهات حبينا نوريهم لكم. وجزيريين سلام الله عليكم. والغلا مخصص سارع عندكم. وصيكم واحد مسطى يصيك بكم السفينه. عنده معنا احنا صعاب عليكم الاله والجري وضرب طيح والمعزه كتصيح وعاش الملك. وجزيريين سمعوا مزيان، النهار اللي تبغوا البنان واللحم البقر بعدهم من رجلين ديال الدجاج ومن اللحم الحمار نتهلاو بكم. هو مول البوطوات. مرحبا ونجيبوا لكم المايه الحره والقهوه في الكاس ديال الدجاج ماشي بالكوكلي. الجزائر ثالث أفضل نمو اقتصادي بين الدول العربية هذا العام. هذا ما قاله صندوق النقد الدولي، الذي قال أيضا أنها ستكون في صدارة دول شمال إفريقيا من حيث النمو والتوظيف وتحسن مستوى المعيشة. الجزائر التي تعد رابع أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية هي أكبر منتج للغاز هناك، والعاشرة على مستوى العالم، وفي المركز الثالث بين أكبر مصدري الغاز للقارة الأوروبية التي تعول عليها بسبب القرب الجغرافي والموثوقية. اقتصاد الجزائر يبلغ حاليا 240 مليار دولار، أي بارتفاع بلغ 64% في 4 سنوات فقط، والحكومة تستهدف رفع حجم الاقتصاد إلى 400 مليار دولار خلال 3 أعوام فقط. منذ بداية العام استقطبت الجزائر 10,000 مشروع استثماري جديد بقيمة 31 مليار دولار، وارتفعت الصادرات غير النفطية إلى 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم 4 مرات إلى 28 مليار دولار في 6 سنوات فقط.